أجمل ما في لقاء النهاردة إن إحنا معانا اتنين بصراحة فخر وشرف كبير للبصرات. معانا الفنان التشكيلي الجميل الأستاذ عبد الله جمال، الشاب الجميل اللي طبعا إحنا لغاية النهاردة يعني بيغفل علينا الجمال والروعة والأداء الجميل دوت، وحبينا نقدمه للبصرات وإن شاء الله نقدمه لمصر كلها، لأن فعلا موهبة ربانية جميلة وحاجة قمة الروعة. الأستاذ عبد الله جمال هيفرجنا عن أعماله وبنحييه يا أولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول أعمال عبد الله، شايفين الروعة والجمال والرسم بالفحم. احنا مع بعض، ما احنا مع بعض. شوف بسم الله ما شاء الله والخطوط اتفضل يا استاذ عبد الله، اتفضل. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. دي من الحاجات اللي خلصت في قدام ده لسه ما خلصش. جميلة خلاص. اتفضل هات اللي حضرتك خلاص. ما شاء الله ما شاء الله. شوف قلم بالقلم الحبر الجاف العادي، حاجة قمة الروعة. بسم الله ما شاء الله. قدر يتحكم في الحبر في الجاف ويعمل الخطوط والدقيقة والأشكال الجميلة دي. والله أنت عالمي بجد، حاجة جميلة، وإن شاء الله بإذن الله تشرف البصرات كلها. تسلم يا ريس. اتفضل. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. شايفين الروعة وشايفين الجمال. يعني لما يبقى في البصرات حاجة جميلة كده ونقول ما فيش ثقافه وما فيش بيوت ثقافه ليه ما نشجعش الراجل ده ونحفزه ونقف جنبه؟ هو حاجه بجد تشرف مصر كلها مش البصرات بس. ما شاء الله. فنان تشكيلي عملاق بجد، حاجه قمه الروعه. شكرا جدا. اتفضل بس كمل لسه. الرصاص ما شاء الله ما شاء الله بالرصاص. انا اعمل له معرض هو وآية بنتي ان شاء الله وسلسبيل باذن الله. اتفضل. انا اعمل له معرض هو وسلسبيل وآية اشرف خويني. شوف الشكل الجميل ده مين بقى؟ ده واحد صاحبي. ما شاء الله ما شاء الله. لا روعة ما شاء الله. دي مين؟ طفلة كده كان بعت لي رسمة. ما شاء الله ما شاء الله. اتفضل. ما شاء الله. أغلبية بقى الحاجات دي أنا لايف، أنا برسم لايف على طول، بس الحاجات دي بقى مش كاملة. جميل. ما شاء الله ما شاء الله. دي الوالدة؟ لا دي صورة مجمعة لأشخاص يعني كانوا طالبينها مني. دي لوحدها في صورة ودي لوحدها في صورة. الله عليك. وده اللي جمعتهم، لأن إيه دي مامتها وده حماتها، فهي كانت عايزة تحب تجمعهم في صورة. ما شاء الله. أنت صديق عندي يا عبد الله في الفيس ولا لا؟ أشرف خويس. حاول تضيفني لنا بجد يعني خسارة وحرام ان يبقى الجمال والروعة والبصرات فعلا ولادة بالروعة دي. بنحييه كلنا يا اولاده وبنسقف الاستاذ عبد الله جمال. شرفت البصرات كلها وشرفت بيتك اللي هو بيت ثقافة البصرات، اللي ان شاء الله هتكون الانطلاقة الاولى من بيت البصرات. انا عارف ان انت اخدت جوائز وتقدمت لمسابقات كتيرة وفزت، لكن ان شاء الله مكانتك اعلى من الجوائز اللي انت خدتها، وبجد حاجه جميله وشرفتنا يا استاذ جمال. عبد الله حاجه جميله. اتفضل يا استاذ عبد الله. طيب